لملعب الرباط. لم أكن أتوقع بأن المغرب الأقصى يمتلك ملاعب رائعة وبنيات تحتية عالمية بهذا الشكل، والبلد المجاور الذي هو الجزائر يمتلك حاليا ملعب يصلح لأي شيء إلا لبعث الأبقار، يعني لتأخذ من ذلك العشب ما تراه مفيد لبطنها. لذلك أنا أقول بأن المغرب تجاوز الجزائر بسنوات وسنوات في جميع المجالات، وأصبحنا كجزائريين نشعر بالغيرة عندما نرى بأن المغرب الشقيق وصل إلى هذا المستوى من التطور. الملاعب اللي راهم تبناو مخصوصين شوية، قال لابولوز ماشي مليحة، الحيط ماشي مصبوغ شوية، مهلوكة شوية الحالة. تحاول تعاند المغرب الشقيق الملاعب في المستوى وتزيد ترويج والاخر يكون في المستوى، لان هنايا رايح ماشي غير تلعب كوب دافريك، الصوره ملاعب وليزوتيل كاين، هذا الشيء كاين بصح. انت وري لي بلاد في العالم بلادهم تكون غير كاع هذا هو اللي يتكلم لك. نو ما تقولوش هنا هذاك انتم فزاد دي زانكومبيتون، ما راكمش كاباب تحكموا هذا، وحاجه سهله ماهيش واعره، ما راكمش، واللي داركم ما خممش مليح، اللي حطكم في هاد الاماكن كما تقول نتايا في هاد لي بوست هادو ما خممش مليح خويا، اسمح لي، ما لازمش الناس هادو يكونوا في هاد الاماكن كما تقولوا انتم في المسؤوليه. اسمح لي، ما تلعبش هنا الصوره تاع الجيري، ما قاش بيرو، عطاك بيرو وكاين يعطوا له لابي ما يخدمش، يقرا برك صباح ولا عشيه ويقرا الجندوك، ما كاش جرنال ملي ينوض هو يتبع في لي فيديو. واش عليه واحد ما شافك ربي غدوه يقول لك برك كنت تخلص وما تخدمش، منين جاك هذا؟ غير هو اللي حاسبك واللي دارك الشمالي يحاسبك. المغرب شقيقنا وجارنا العزيز يبني في الملاعب وراه يتطور من عام الى عام، ويريد أن يصل ويصنع ملاعب تنافس الملاعب العالميه. البطاقه الحمراء اليوم لن اشهرها، حشمت، استحيت أني نشهر البطاقة الحمراء، لأنه البطاقة الحمراء التي سنتحدث عنها في هذه السهرة تتعلق بملعب الرباط الجديد بالمغرب. والله نغيروا برك، احنا ما راناش نحسدوا، ولكن يا ريت الدولة الجزائرية تعاند المغرب فقط، دير على الأقل تعاند في مراكز، في ملاعب. هذا الملعب الرائع لهذا الملعب الجديد بقيادة رئيس الجامعة المغربية فوزي لكجع، أحد أساطير المنتخب المغربي. الهدف تاعو الأول قال لهم أننا نبنيو هذا الصرح، هذا الملعب، قال لهم هذا هو لوبجيكتيف تاعي نيميرو 1 باش يولي عندنا ملعب خاص. شوفوا الناس كيفاش راهي تتطور، كيفاش راهي تعمل، كيفاش راهي تخمم على بلادها، لأنه هذا عمل لصالح الوطن أيضا. لما يولي عندك ملعب بحجم هذا الملعب الرائع اللي تم تصميمه هكذا اون 3 دي، لكن راح تشاهدوه بعد مده زمنيه محدده. اللي خلينا نكملوا نشوفوا الملعب هذا اللي راح تشوفوه بعد مده زمنيه محدده. لي فيستير الداخل كيفاش راح يكونوا، لا صال دو سبور، لي صال مش لا صال لعب. بلا ما نحكيو على الامور اللي كاين لي تيران دو بروكسيميتي اللي كاين تما، المرافق، فندق، كاين امور كثيره. بملعب الرباط الجديد بالمغرب، وكيفاش الناس راهي تتطور، وحنا ماذا بينا على الاقل نحاولوا كيفاش ناخذوا ولو 10% من هاد الناس اللي راهم ماهمش بعاد علينا. وماهوش عيب اننا نديروا توأمه، نديروا على الاقل كوبي كولي، ما نتفلسفوش يا سيدي، نديروا كيما راهم يديروا، نحاولوا كيفاش نديروا كل واش شفناه في 3 دي يكون جاهز. علي بن شيخ، امور مثل هذه نتمنى نكونوا عايشين ونشوفوها في نوادينا الجزائريه، لما لا؟ ان شاء الله هذا واش نتمنى. ستاد ديالهم كلوب بيان اورغانيزي، علاش شاك فوا نتايا تمد ليكزومبل بهم؟ قلت لك هما ممكن مارسي ما عندهمش واش عندهم هادو، صح. الله ما تزيدش تمثل بهاد، تمثلوش بهم. شوف ذاك الملعب هما يشوفوه لبعيد، هذا الملعب يولي يدخلهم العجب، باسكو لي بوتيك لي ماغازان لي كدا فندق كاين اوتيل فيه كلش العجب. ولا ما داوش كوب دي موند في هادو ما يديوها في هذا الملعب، بهذا الملعب، ولا ما داوهاش في هاد العوام اللي كاين يديوها بهذا الملعب. هم الاوبجيكتيف تاع توجور نروح بعيد، نحوس وين نافونسي. احنا مازال دبزه على لي سيبورتر، واحد يقول له نقعد منا والاخر يقعد منا.
رانا بعاد لا حتى ما النوادي راناش ماشي بعد ما لا راناش. حتى بمعنى الكلمه بروفيسيونيل تاع الصح. احنا ماشي بروفيسيونيل كاع نقولوها، كاع الشعب الجزائري يعترف بهذه، دوك ما نجيبوش هذه تخبى ولا ماشي. ماناش احترافيين، انا في الفوضويين هذه رانا فيها. احترافيين نو، هما ليها عايش بلي موان تاعو ماشي بالدوله، عنده لوطو فينونسمون بلي موان تاعو. تشوف البارك اللي عندهم يجي ما يعرف كومبيان فوا البارك. السلام عليكم وأهلا بكم أعزائي متابعينا على قناتنا على اليوتيوب. دايما ثمرة الجهد وثمرة العرق وثمرة التعب والخطط الاستراتيجية اللي بيعملها المغرب عشان يستعد ليه كان 2025 أو بطولة كأس العالم 2030. دايما الإعلام الجزائري بيشكك في قدرة المغرب على استضافة كان 2025، ودايما بيتكلم في مواضيع خاصة بملاعب كرة القدم. لكن أنا بقول لكم بأن المغرب والحاجة الكويسة اللي فيه، فإحنا بنتكلم في أن اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا اللي هتستضيفها المغرب اختارت 9 ملاعب في 6 مدن مختلفة لاستضافة نهائيات بطولة كأس إفريقيا في ديسمبر المقبل. الإعلام الجزائري بيقارن بين ملعب نيلسون مانديلا اللي يعتبر أكبر ملعب في الجزائر وملاعب المغرب. هنشوف القصة ماشية ازاي في المغرب وايه الملاعب اللي المغرب هتعملها عشان تعرفوا بان المغرب قادرة على تنظيم كأس العالم لوحدها، مش كأس افريقيا او كأس العالم بالمشاركة مع اسبانيا والبرتغال. اللجنة المنظمة لكأس افريقيا في المغرب اختارت 4 ملاعب في الرباط في العاصمة، وهيقام في الملعب المركب الرياضي في الأمير مولاي عبد الله اللي بيسع لأكثر من 70,000 مشجع. هيستضيف المباراة الافتتاحية ونصف النهائي إلى جانب الملعب المجدد في طنجة. احنا عارفين في ملعب في مدينة طنجة تم تجديده، وملعب محمد الخامس في الدار البيضاء هيستضيف المباراة النهائية لما أقيمت البطولة دي قبل كده سنة 1988. لكن المقرر أن يستضيف ربع النهائي فقط هذه المرة اللي هو ملعب محمد الخامس إلى جانب ملاعب أكادير وفاس ومراكش. البطولة افريقيا اللي بيعتمد متسبي وقال تصريحات مهمة جدا رئيس الكاف ان المغرب قادرة على استضافة واستيعاب اي عدد من المنتخبات، وانه على يقين بان المغرب تقدر تنظم كان او بطولة افريقيا يتحاكى عنها الجميع. البطولة بتضم 24 فريق، هيكون في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026. المغرب المشارك في كأس العالم مع أسبانيا والبرتغال واخد بطولة الإفريقية بطولة تحضيرية لكأس العالم، عشان كده هتشوفوا بطولة محترمة. واحنا عارفين طبعا ان التخطيط لبناء ملعب بيتسع ل115,000 مشجع في مدينة الدار البيضاء. والمفاجأة في الانتهاء من الاشغالات بتاعه، المفروض انها تنتهي اشغالاته في 2027، لكن انا بقول لكم على نهاية عام 2026 هيكون الملعب خلص. وده الامل الكبير جدا للمغرب في انه ياخد المباراة النهائية او ياخد المباراة الافتتاحية. الحكومة المغربية بقى قالوا ان الملعب ده هيكلف
500 مليون دولار. تجديد الملاعب، وده اللي شغال عليه المغرب حاليا واللجان المنظمة سواء في بطولة افريقيا الكان او اللجنة الخاصة بكأس العالم 2030. تجديد الملاعب في الرباط وطنجة قبل كأس الافريقية، وده خلاص خلصت، تم تجديد الملاعب. والمغرب هيحدث ملاعب في أغادير وفاس ومراكش برضو، هي مدن مرشحة لاستضافة كأس العالم 2030. يبقى احنا عندنا في الرباط ملعب مولاي عبد الله هيستضيف 7 مباريات في بطولة الأمم الإفريقية، منها النصف النهائي وممكن النهائي. ملعب مولاي الحسن هيخصص ل4 مباريات. ملعب البريد 4 مباريات. الملعب الأولمبي في الرباط هيحتضن 3 مباريات. الدار البيضاء ملعب محمد الخامس، وده هيستضيف 8 مباريات، ودي هتكون مباريات الترتيب، يعني في المجموعات هنشوف الترتيب الأول والثاني والمباريات هتلعب مع بعض. هيبقى ملعب الدار البيضاء من ضمنهم. فاس ملعب فاس الكبير هياخد 4 مباريات. طنجة الكبير هيستضيف 6 مباريات، منها مباراة في نصف النهائي. مراكش ملعب مراكش الكبير هيشهد 8 مباريات، وأكثر الملاعب نشاطا في البطولة هو ملعب مراكش. أكادير هيستضيف 8 مباريات، وهيكون مسرح لمباريات مهمة جدا ملعب أكادير طبقا للجنة المنظمة. يبقى أنا قلت لكم على مجموعة المباريات، قلت لكم ازاي المغرب موزع المباريات على الملاعب عشان تعرفوا الناس دي شغالة وعارفين هما بيعملوا ايه من قبل بداية البطولة ب5 أو 6 شهور. دي خطة المغرب عشان يوفر تجربة مهمة جدا للجماهير اللي هتحضر. هيبقى فيه طبعا كمية جماهير كبيرة جدا جدا هتيجي تحضر تشجع منتخبات بلادها، وهيكون كل شيء متاح وعلى الرحب والسعة لكل الجماهير بكل انتماءاتها وبأي ألوانها وبأي جنسية. اللي هيجي هيستمتع، هيشوف كرة قدم بجد، هيستمتع بالإقامة ودي المهم، هيستمتع بالسياحة ودي الأهم، إن أنت تقدر تلف في المغرب وتشوف حلاوة المغرب وجمال مدن المغرب. كل الكلام ده متاح في بطولة إفريقيا. الجماهير اللي هتحضر هذه البطولة المميزة، بطولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هي فرصة كبيرة جدا المغرب بيستغلها عشان يوري لكل الإعلام. هاتلي بقى الإعلام كله، مصري، تونسي، جزائري، غيره غيره غيره، حتى الإعلام الأوروبي المغرب هيوري له إن البنية التحتية الخاصة بيه المتميزة جدا جدا، واللي مخلية المغرب إلى الآن في مكانة رياضية عالمية محترمة جدا جدا جدا. كأس إفريقيا 2025 نسخة هتكون للتاريخ، ده بناء على اللي أنا بسمعه من اللجنة المنظمة في المغرب وغيرهم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس، عندي أخبار وحصريات وكواليس. وقبل ما ننتهي هنقول لكم على الكواليس، لأن طبعا خلاص العلاوي نجم المنتخب الشباب رضا العلاوي متوسط ميدان نادي الفتح الشباب انتقل رسميا إلى نادي هال سيتي. كل التوفيق لأحبائنا في المغرب وشبابنا في المغرب، ونتمنى التوفيق لمنتخب المغرب للشباب في مباراته أمام جنوب إفريقيا ويفوز بكأس إفريقيا المقامة في مصر. متنسوش تعملوا لايك في الفيديو، اشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس. وحياتي إلى شعب المغرب الشقيق المحترم صاحب القلب النظيف.